زميلة من زملاء صفحة عبد الله أسامة للتسويق الإلكتروني كاتبة بتقول: أنا معلمة تكنولوجيا وعايز أخش مجال الماركتينج لأني تعبت جدا من مجال التدريس. أبدأ منين؟ وهل المجال ليه فرص بالخارج؟ عايز أقول لك بالنسبة لموضوع السفر بالخارج ده، مجال الماركتينج أكتر مجال أنا بشوف فيه ناس عايشة بالخارج. يعني أنا ليا ناس زمايلي في الكويت، في دبي، في السعودية، كلهم شغالين في مجال الماركتينج. يعني هو أكتر مجال الناس بتشتغل بيه في الخارج بعد البروجرامينج. بس انا عندي نصيحتين مهمين جدا ليكي لو انت عايزه ان انت اولا تتميزي في المجال ده بسرعه، وتقدري ان انت تلاقي فرص بره مصر كتيره. اول حاجه ان انت تركزي على اللغه الانجليزيه، حاولي ان انت تظبطي الليفل بتاعك في الانجليش بشكل كويس جدا. ده هينفعك ايا كان ايه الدوله اللي انت هتسافريها، حتى لو دوله عربيه. تاني حاجه وهي ان انت دايما تدي اولويه للفرص او للشركات اللي هي تستهدف ماركت خليجي او اجنبي. يعني مثلا شركات بتستهدف ناس في اليو اس، في اليو كي، شركات خليجيه، كويتيه، سعوديه. الحاجات دي الجولف اريا بشكل عام، او الماركتس اللي هي زي اليو اس واليو كي، هتديكي ايدج قويه جدا لما انت بعد كده يكون عندك اكسبيرينس كويسه، وتيجي مثلا تقدمي على شركه بره مصر فتقول لهم ان انا اشتغلت مثلا في ماركت زي الماركت الخليجي او في اليو اس او في اليو كي. اولا البادجتس اللي بيصرفوها بتكون عاليه جدا، فهتساعدك ان انت تحققي ريزلتس كويسه، وهتكون يعني بلس ليكي وانت بتقدمي على الشغل اللي هو بره مصر، لان الخبره جوه مصر مش هتفيدك باي حاجه لو انت هدفك النهائي السفر. اما بقى بالنسبه لموضوع ابدا منين في مجال الماركتينج او ابدا ازاي، ده هنزل له فيديو قريب جدا بس على اليوتيوب الشانل بتاعتي، عشان هيكون فيه يعني عصاره خبره كده هتنفعكم جدا. يعني هحط فيها كل المصادر اللي انا اتعلمت منها، وايه التاكتكس الصح او الحاجات اللي انا كنت لو عملتها وانا ابتدي اتعلم ماركتينج كانت هتنفعني جدا. فاتاكدوا بس ان انتوا عاملين لي فولو، وانا اول ما انزل الفيديو ده هتلاقوني عامل لكم فيديو ريل هنا على الاكونت ده.